يجازيكم بخير. كاع الصفحات او الحسابات اللي كينشروا منشورات من قبيل انه غيعاود يضرب الزنزال مره اخرى، اولا كيحطوا الوقت باش يقول لك راه غيضرب مع 2 قسمين مع 3 قسمين، هادو كلهم صفحات اللي كيكذبوا وكيقلبوا فقط على البارطاج وعلى الكليكس. وما تبارطاجيوش دوك المنشورات اللي كيديروا، لان هذوك المنشورات كيزرعوا الهلع في الناس، والناس دابا ما خصهاش تخلع، خاص الناس تكالما. راه كاينين الناس اللي مرض، كاينين الناس اللي بعادين على والديهم، وهذوك المنشورات كيزرعوا الرعب في النفوس. الله يجزيكم بخير. هذوك المنشورات ما تبقاوش تبارطاجيوهم. علميا راه لا يمكن التنبؤ فين غيضرب الزنزال ومعاش غادي يضرب بالزنزال، ولو كنا نقدروا نتنبؤوا كنا نتنبؤوا داك الزنزال اللي ضرب مع 11 قسمين اللي كان ب7 درجات في المنطقه اللي قريبه لإمنتانوت، وبالتالي راه لا يمكن ان نتنبؤوا بانه الزنزال غادي يضرب مره اخرى. اللي تقدروا ديروا دابا هزوا يديكم ودعوا مع خوتنا اللي كانوا قرابين للمركز ديال الزنزال اللي في جبال الاطلس، لانهم كاين قرى جبليه تماك اللي البناء ديالهم بناء هشيش بزاف، وراهم دابا كاينين بزاف ديال الناس